اهلا وسهلا بيكم، معاكم مهندس احمد صلاح، والنهارده هنتكلم عن تركايه مهمه جدا في برنامج ريفت. بس قبل ما نتعلمها مع بعض، اعمل لايك وفولو عشان انا كل يوم بنزل محتوى خاص بالهندسه المدنيه والهندسه المعماريه. كان جاي لي سؤال النهارده، هو اني ازاي بعمل دايمنشن في ال 3 دي فيو. طيب، اول حاجه الدايمنشن اللي في 3 دي فيو هي معتمده على الورك بلين اللي انا شغال عليه. طيب، ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو عايز اعمل دايمنشن افقيه غير لو انا عايز اعمل دايمنشن رأسيه. طيب، لو انا عايز اعمل دايمنشن افقيه يبقى الورك بلين بتاعتي لازم تكون رأسيه، ولو انا عايز اعمل دايمنشن رأسيه الريفرنس بلين بتاعي لازم تكون افقيه. بمعنى ايه الكلام ده؟ لو انا مثلا عاوز اعمل دايمنشن ما بين الحيطه دي والهاند ريل ده، تمام، دي مسافه افقيه، فبالتالي انا هعمل ايه؟ هجيب set work plane، هقول له pick plane، هقول والله انا عاوز البلين اللي هي الارضيه دي، وبالشكل ده اقدر اعمل دايمنشن ما بين الحيطه والهاندريل بالشكل ده. طب انا عايز اعمل دايمنشن ما بين البارابت نفسه او الريل نفسه من فوق والارضيه، هعمل ايه؟ برضو بنفس الطريقه، هجيب ست، هنا هختار حاجه رأسيه لان انا عايز دايمنشن افقي، فهختار حاجه رأسيه ولتكن الوش بتاع الحيطه من هنا. هاجي اعمل كده، هلاقي ان هو لقط معايا دايمنشن بالشكل